يعني انا بصراحة مش قادر افهم ايه حظ الاهلي ده. يعني تحس ان هو اليوم من اوله كده رايح ناحية الاهلي. الزمالك يتغلب والاهلي يكسب بثلاث هجمات. يعني ماشية حلاوة، عشان لما كنت بقول ادوني نص حظ الاهلي وارموني البحر كانوا بيفتكروني ببالغ. الاهلي فريق عنده كمية حظ، اكتر فريق في العالم محظوظ في العالم. عارف الاهلي لو الحظ عنده مرة يصالحه 20 مرة قصادها، غير بقية الفرق يبقى الحظ معاك مرة ضدك مرة. انما الاهلي ده ملو لا، لا. يعني بيقول لك حظ عوالم، اكيد حظ اعلى من حظ العوالم. كده فرق 3 نقط عن الزمالك، هي مش مشكله في ال3 نقط، ما هو في ماتش بينه وبين الزمالك. بس الفكره ان ايه كميه الحظ دي، وايه احمد الشناوي ده. انت قد انت مش كنت قاعد قبل كده مع الخطيب وانت كنت هتمضي الاهلي وانت في الزمالك؟ ايه اللي جوال اللي بتخش فيك دي؟ يالا دي حاجه غريبه جدا والله.